تفتكر لو قابلت راجل بيشفي الناس من غير دواء وبيقوم الموتى من غير ما يلمسهم، هتقول عليه ايه؟ ساحر ولا نبي ولا مجرد فيلسوف مجنون؟ المتكلم عنه النهارده هو أبولونيوس سلتياني، راجل غامض عاش في القرن الأول الميلادي، فيلسوف رحالة وساحر بالنسبة للبعض. أبولونيوس اتولد في مدينة تيانا في منطقة كابادوكيا بآسيا الصغرى، وكان تابع للفكر الفيثاغوري. عاش حياة تقشف وزهد شديد، ورفض ياكل لحوم، وما كانش بيلبس غير ملابس بسيطة، وكان بيؤمن إنه الروح هي الأساس والجسد مجرد قيد. الراجل ده سافر بلاد كتير، من الهند لمصر لليونان، وبيقولوا إنه دخل معابد غامضة وتعلم أسرار مش أي حد يعرفها. ناس كانت بتشوفه بيعمل معجزات، بيشفي المرضى وبيتكلم مع الأرواح وبيقرأ الأفكار. حتى بعد وفاته الناس اختلفت، هل كان قديس ولا مشعوذ؟ في ناس شبهته بالسيد المسيح وكتب حكت عن قيامه من الموت وظهور نور فوق قبره، لكن لحد النهاردة محدش يقدر يجزم بحقيقته بالكامل. هل كان مجرد فيلسوف حكيم ولا فعلا كان عنده قوة خارقة للطبيعة؟ السؤال دايما هيفضل مطروح، بس المؤكد إن أبولونيوس سلتياني ساب بصمة، ولسه الغموض حوالين شخصيته بيشغل خيال المؤرخين